مساءكم هنا وسعادة. النهاردة هنعمل كفتة البطاطس مقرمشة من بره وطرية من جوه وفيها كمان حشوات. نص كيلو بطاطس هنقشرها وهنقطعها قطع صغيرة، وهننزل عليها بالمية وعلى النار لحد لما تتسلق. بعد كده هننزل بمعلقتين زيت، بصلاية كبيرة، وكمان ربع كيلو من اللحمة المفروم هننزل عليها برشة فلفل اسود، توابل او بهارات لحمة، وكمان ملح. هنقلبه كويس جدا وهننزل عليهم حوالي نص كوباية من المية. بعد كده هنعمل الحشوة التانية، هننزل عليها بصلاية كبيرة، ربع كيلو من الصدور الفراخ مفرومة، هنشوحها مع البصل، وهننزل عليها بجزرايه مفرومه او مبشوره، وهننزل عليها بملح وفلفل فقط. ولما تتشرب من السواد بتاعتها هننزل عليها بحوالي نص كوبايه من الميه لحد لما يستووا الاتنين. بعد كده البطاطس استوت، هنهرسها بالهراسه، او لو مش متوفره الهراسه يبقى بشوكه وتكون ناعمه. لازم البطاطس تكون ناعمه، ما يكونش فيها تكتلات. هننزل عليها بالملح والفلفل، بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه، معلقه شطه صغيره. انا الشطه دي مش حاميه قوي، بارده. وهننزل بمعلقه كبيره من البقدونس، وكمان معلقتين كبار من النشا. ونفضل نحطها في التلاجة لمدة 5 دقايق علشان النشا تمسك مع البطاطس. بعد كده هنعمل ايه الحشوات. هنكورها وهننزل عليها بمعلقه صغيره من كل حشوه، وبعد كده هنقليها في حبه زيت صغيرين جدا، يعني حوالي 3 4 معالق من الزيت. هتطلع بالجمال ده بجد، طالعة كريسبي وطعمها بتشهي بجد. اشوفك على خير في وصفة تانية. مع السلامة.